بالدم نفديك يا يمن. السلام عليكم. طبعا فرحة لا توصف، وربي شاهد. أهنئ أول حاجة للشعب اليمني، سواء في أرض الوطن أو في خارج الوطن، نهنئكم على هذا الفوز العظيم. وأهنئ وأبارك لفريقنا العظيم الجبار الذي الكأس الثاني هو بيدنا. وكمان أهنئ الحارس العظيم وضاح أنور، والله إنك ترفع الرأس، ورفعت رأس اليمن يا وضاح. ثاني شيء يا جماعة الخير، ندخل بصلب الموضوع. صح، من حقنا إن إحنا نضحك، من حقنا إن إحنا نفرح، من حقنا إن إحنا نقرع، بس عندنا نقطة واحدة. الآن إحنا فزنا، قرحنا. طيب ليش ما نقرح بالألعاب النارية؟ ليش ضروري بالرصاص وهذا الحاجات؟ يعني يا جماعة الخير إحنا نشيها فرحة، ما نشيهاش حزن. يا جماعة الخير في ناس يموتوا من الراجع، والله في ناس تسقط الرواجع لعرضهم. خلوا فرحتنا يعني من هذا طماش، طلاعات، أي حاجة غير الرصاص. الرصاص هذا والله يرجع كم من واحد. في ناس طايشين يضرب لك على دي، يعني مطلع ورجع منزل، لا ظهر واحد ماشي، واحد جاي، لا ظهر بيت، لا ظهر طاقة، لا يعني. هذه نصيحتي. لا، هم الآن يستغلوا الفرصة انه فاز الشعب اليمني وفاز المنتخب حقنا، لانه ممنوع احنا يعني ان احنا نقرح، يعني ممنوع منعا باتا. فاستغلوا الفرصة ان فزنا يعني عشان ما احد يخابرهم. لكن ان شاء الله باذن الله ما يصيبنا الا ما كتب الله. وان شاء الله للان عاد احنا ما سمعنا اي خبر او اي راجع لعرض شخص او لعرض مكان، ان شاء الله ما ترجع لاي مكان. فخرجنا وصورنا لكم بعض اللقطات، فانا احب اعرض لكم الان مع هذا الفيديو. وحب كبير للجميع، ولا تنسوا من الاشتراك في القناة وزر اللايك. تحياتي وسلامي.